طبعا بالنسبة للوالد الذي كتب ميراثه وهو على قيد الحياة وميز البنين على البنات، هو الأصل أن الرجل إذا أعطى المال في حياته لا يعطيه على أنه ميراث، يعطيه على أنه هبة طالما أنه على قيد الحياة. وفي الهبة يجب على الوالد أن يسوي بين البنين وبين البنات، يعني لا يميز البنين على البنات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أراد بشير والد النعمان ابن بشير أن يعطي النعمان شيئا يخصه، فذهب فقالت امرأته له: لا والله لا تفعل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما ذهب النعمان مع أبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال بشير: يا رسول الله، إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلا، أي أعطيه عطية، وجئت لأشهدك على هذا. فقال: أكل ولدك أعطيت؟ فقال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وليس معنى أشهد على هذا غيري أنه إذن لأن يشهد آخرون على مثل هذا، لكنه خرج مخرج التهديد، خرج مخرج التهديد، كقول الله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم. ولا يجوز للعبد أن يكفر بالله عز وجل، لقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. فاعملوا ما شئتم هذا خرج مخرج التهديد له، وليس ترخيصا في أن يعمل ما يشاء. زي ابنك يعني، والله المثل الأعلى، ابنك لما بيهمل بقى الصلوات ولا يهمل المذاكرة ولا الكلام ده، تقول له: خلاص أنت حر. أنت حر يعني إيه؟ يعني هل هو حر أن يفعل ما يريد؟ لا طبعا، هو ليس حرا، إنما هذه خرجت إيه؟ خرجت على يعني صيغة التهديد. فقوله عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري، فليس معناها الإذن لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وفي طريق من طرق هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لبشير: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ يعني كلهم يبقوا برر بيك وعلى نفس المستوى الراقي الجيد. قال: نعم يا رسول الله. قال: فاعدل بينهم. يبقى إذن الرجل إذا أعطى في حال الحياة يعني لأولاده فيجب عليه أن يسوي بينهم. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا علم أن أولاده ليسوا بررة وبينهم إحن وخصومات، وإن الأولاد البنين هياكلوا البنات ويأكلوا ميراث البنات، أو إن الولد الكبير مثلا يعني ممكن يأكل ميراث إخواته صبيان وبنات والكلام ده، فخشي أن يكون بينهم عداوات بعد أن يموت، فقسم الميراث، فقسم المال ميراثا للذكر مثل حظ الأنثيين في حياته، وكتب لكل واحد يعني حقه ووثقه حتى لا يقع بينهم خصومات. رخص بعض أهل العلم في ذلك.